السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفوز، صباح الانتصار. رجالة الأهلي في كرة اليد امبارح سوبر أبطال. الحاجة الحلوة امبارح بعد المباراة ما انتهت، الواحد شاف قناة الزمالك وهي بتبيع أحسن لعبة عندها، بتبيع يعني الحاجة الوحيدة اللي كانت بتفرحهم. طالعين امبارح ينشروا تعهد للاعيبة الزمالك إنهم يحصدوا اللقب. الزمالك كان عايز ينسحب امبارح زي ما انسحب قبل كده من السوبر المصري لكرة القدم. كان عايز انسحب من امبارح من السوبر بتاع كرة اليد، لكن على مين؟ الاهلي عطاهم امبارح على قفاهم. عم ديفيد ديفيز امبارح مسك الزمالك نفض ونفضه. والله ديفيز ده يعني لو الامور كانت ماشيه معاه حلوه، علي زين ما اتصابش ويعني ما هداش الريتم شويه، كان ممكن الزمالك امبارح شال له 10. انت متخيل الريتم امبارح يوصل لفرق 7 نقاط في مباراه الاهلي والزمالك؟ الاهلي كان بيخسر قبل كده من الزمالك بفرق نقطه في الثواني الاخيره، لكن امبارح انت متكلم على فريق مسك الزمالك امبارح بيسوق امبارح في صاله النادي الاهلي. الجمهور الزمالك امبارح قاعد في الصاله يا ارض انشق وبلعيني. فبصراحه امبارح الاهلي مسك الزمالك عجن وعجن. يعني مش عايزين نقول، حتى لما الزمالك بدا يرجع في النتيجه والنتيجه تقرب 24 23، الاهلي عم ديفيز سرع تاني الريتم وخلى الريتم سريع، ولاعيبه الاهلي تتفوق في عامل اللياقه البدنيه وفرق السن. الاهلي امبارح برضه وسع النقاط، زاد النقاط. واحنا جايبين مدرب اول ما جه كانت تصريحاته يقول لك انا هكسب الزمالك، جاي عشان اكسب الزمالك، جاي عشان اتفوق. وامبارح تفوق. انت بتتكلم في دوري وكاس وسوبر امبارح، والاهلي بيتاهل للمره الرابعه في تاريخه في كاس العالم للانديه. تفوق ما بعده تفوق واكتساح في كره اليد. اكتساح في كره اليد. الزمالك هرب من اليد راح على الطايره. ان شاء الله يرجع تفوق تاني في الطايره. بس بنتكلم على 15 20 15 بطوله للاهلي السنه دي في الصالات. الاهلي مكتسح، والزمالك بتتكلم في 4 بطولات او 5 بطولات. فينا احمد مرتضى والصرف اللي هو صرفه. لكن بصفه عامه مبروك لاداره الاهلي، مبروك للحاج خالد عوض اللي بيعمل فعلا. فعلا الراجل ده حرك كل الانشطه في الاهلي وجاب اجهزه عالميه لكل فريق. في تفوق عالمي، في تفوق. الاهلي تفوق فعلا يعني. ففعلا فعلا فعلا من افضل المدراء اللي جم في الاهلي خالد العوضي. يستاهل ان هو امبارح يرفعوا الاهلي الكاس، يستاهل فرحه الجماهير، يستاهل تشجيع الجماهير. لكن نروح بقى للحدث الاهم عند جمهور الاهلي، وهو مباراه الاهلي والترجي. لا صوت يعلو فوق صوت الاهلي والترجي. الترجي فقد جمهوره، 4 مباريات هتبتدي من الاهلي. امبارح كمان مني بهزيمه جديده بعد هزيمه الصفاقس مع حسام البدري. امبارح الافريقي علم على الترجي وكسب 1-0، ونبيل معلول بقى يعني على وشك خلاص خروج الموسم ده 0 بطولات. لكن بصفه عامه بيصطدم بالاهلي، والاهلي هو بطل افريقيا. ويعني الحمد لله بفضل الاهلي بيمر بفتره ثبات مستوى وثبات نتائج اعلى ما يكون. امبارح الترجي خسر 1-0 في الدقيقه 81. هيقابل الاهلي وقد يكون يغيب عنه حارسه امبارح اللي هو شريف برضه شريف ابو المعز ده. غاب امبارح عن مباراه الترجي، اصيب في الاحماء. فبالتالي الترجي عنده غيابات كتير جدا، عنده في حراسه المرمى، وعنده كمان حمد الهوني، وعنده 3 4 كمان اساسيين. انت بتتكلم الترجي بيعاني وهيعاني قدام الاهلي. وان شاء الله كولر يدرس فريق الترجي كويس، قدامه بقى فتره 4 ايام او 5 ايام يدرس فيهم الترجي كويس، بعكس ما احنا شفناه في مباراه السوبر. هنلاعب الزمالك ولا هنقابل البيراميدز؟ والحمد لله كولر كان متفوق في المباراه دي، وان شاء الله يكتب كمان التفوق في مباراه الترجي. نقدر نكسب هناك، نرتاح هناك، نعجن الترجي هناك ويبقى انتصار هناك. وعلينا حكايات في رادس كتير جدا الحمد لله بفضل الله، ولاعيبتنا كلنا ثقه فيها ان هي تقدم مباراه حلوه جدا هناك، مش هيبقى في ضغط جماهيري. فبالتالي تقدر تطبق افكارك بهدوء تام، تقدر ان انت تسيطر على المباراه. والاهلي قادر على الحكايه ديت. الاهلي ان شاء الله ما يكونش غايب عندنا محمود متولي، ما يكونش غايب ياسر ابراهيم. الاثنين نقدر نستعيدهم، وكمان نستعيد معاهم عمرو السولابي. بالتالي نقدر ان احنا نعمل يبقى عندنا مرونه تكتيكيه كتير جدا بعمرو السوليه، ونقدر نريح لعيبه برضه تشارك في مباراه العوده. كذلك نقدر ان احنا نحكم قبضه نصف الملعب هناك بالابطال مروان عطيه واليو ديانج وحمدي فتحي باذن الله. ايا يكن كلنا ثقه في كولر والتشكيل اللي هو هيحطه. لكن عايزين نبص على حاجه مهمه جدا، ان احنا نقدر نروح هناك نكسب، نرتاح من مباراه الذهاب هناك، نقدر نطلع بنتيجه ايجابيه حلوه جدا. بالتالي نيجي مباراه العوده جمهورنا يحتفل، جمهورنا يبقى احتفال حلو كده، وجمهورنا من حقه يفرح اكتر واكتر. انت النهارده كؤوس في كل مكان. فبالتالي ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق في مباراه الترجي، ونتاهل في المباراه ديت، وتبقى بطوله حلوه ان انت رايح نهائي بعد ما كنا هنخرج من دوري ابطال افريقيا. بقينا النهارده في النهائي باذن الله. عينينا على النهائي اكيد، لكن بنقدر ان احنا نبصها واحده واحده، نص مباراه الترجي وان احنا نقدر نسيطر فيها ونكسب فيها. ان شاء الله الاهلي يكون موفق. شايفين نتائج سلبيه كتير جدا للترجي، والترجي بيعاني مع فرق تونس في المقدمه. الصفاقسي بيكسب، الافريقي بيكسب. ان شاء الله الاهلي يكون بيكسب هناك.
طبعا شفنا تصريحات جديده امبارح لمحمود فتح الله، وشفنا الباتشيكو، وشفنا الهاني سعيد. يا اخي هي رابعه في الزمالك، هي رابعه. اللعيبه دي لعبت في الزمالك وراحت بيراميدز، فهي عندهم رابعه من بتاعه الزمالك. لما يخسر عارف هيقول ايه، عارف هيقول ايه. باتشيكو طلع قال لك مرتضى منصور عنده حق، مع انه كان بيشتكي من مرتضى منصور انه بيتدخل في عمله ومشاه بعد ما خسر نهائي بطوله افريقيا من الاهلي. لكن امبارح برضه طلع يقول لك المرتضى والقصه ديت، طلع بعده محمود فتح الله يقول نفس النغمه ديت. الناس دي عايزه تحافظ على مراكزها، وعندهم الرابعه كويسه اللي واخدينها من الزمالك، ما تعرفش بياكلوهم ايه بيشربوهم ايه هناك، لكن عندهم رابعه كويسه بيطلعوا يقولوا كلمتين حلوين، يطلعوا يقولوا كلمتين يعني يحاولوا يحافظوا على منصبهم. والحاجات دي بتعجب اداره بيراميدز كويس لما يكون في حاجه ضد الاهلي يعني، او التوجه ضد الاهلي. فبالتالي اداره بيراميدز تبقى مبسوطه، لانهم عايزين النادي انشئ من اجل منافسه الاهلي او كيديه الاهلي، لكن على مين؟ ما تقدرش ان انت تصنع حتى نادي شبه الاهلي او نادي يكون زي الاهلي. الاهلي بجمهور والحاجات ديت ما تقدرش تصنع حاجه زي كده. الاهلي مختلف في كل حاجه، متفرد في كل حاجه. فان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق الفتره الجايه، ناخد بطوله افريقيا، يبقى احنا بنقفل اللعبه في مصر وفي كل الصالات باذن الله. الاهلي متفوق في كل حاجه، الاهلي بيسيطر في كل حاجه في مصر، وده حق جمهوره، وان هو يفرح دايما ويكون سعيد. ان شاء الله الفرحه تكتمل بالفوز على الترجي في رادس باذن الله.